تخيل أنك تقف في قلب القطب الشمالي، الرياح تعوي كوحش هائج، والثلج يتكدس حتى يبتلع كل ما حولك، والحرارة تهوي إلى 50 درجة تحت الصفر. في هذا المكان مجرد تنفس قد يجمد رئتيك، ومع ذلك يوجد أشخاص ينامون هنا بسلام، بلا مدافئ، بلا بطانية كهربائية، وبلا أي شكوى من البرد. إنهم الإسكيمو، الناس الذين تحدوا الطبيعة القاسية وتعلموا كيف يحولون الجليد نفسه إلى مأوى دافئ. لكن كيف ينامون في بيئة قد تقتل الإنسان خلال دقائق؟ السر الأول: الإيغلو، كوخ جليدي دافئ. قد يبدو العيش داخل كوخ من الجليد وكأنه عقوبة، لكن الإيغلو في الحقيقة عبقرية هندسية. جدرانه الجليدية تعمل كعازل طبيعي يحبس الحرارة في الداخل، والمدخل يبنى على شكل نفق منخفض يمنع الهواء البارد من التسلل. الإسكيمو ينامون على منصات مرتفعة لأن الهواء الدافئ يصعد، فيبقون بعيدين عن الأرض المتجمدة. لكن من أين تأتي الحرارة؟ هل يستخدمون مواقد؟ لا. هل يشعلون النار؟ أبدا. السر أبسط مما تتخيل: مصابيح الزيت. مصابيح تعمل بزيت الفقمة الغني بالدهون، تعطي ضوءا وحرارة كافية لتدفئة الإيغلو دون إذابة الجدران. والآن كيف يحمون أجسامهم؟ الإسكيمو لا يملكون بطانية قطنية ولا وسائد ناعمة، إنهم يعتمدون على ما تقدمه الطبيعة: جلود الدببة القطبية والفقمات التي توفر عزلا مذهلا وفراء سميكا يفرش على الأرض ليمنع تسرب البرودة. حتى ملابسهم مصنوعة من فراء الرنة والذئاب القطبية، درع طبيعي يحافظ على حرارة أجسامهم طوال الليل. طريقة النوم نفسها لها دور مهم. الإسكيمو لا ينامون متباعدين كما نفعل نحن، بل ينامون متلاصقين، ليس بدافع العاطفة فقط، بل لأن حرارة أجسامهم تتجمع وتنتشر، فتخلق دفئا طبيعيا يغنيهم عن أي تدفئة أخرى. ومع مرور القرون تكيفت أجسادهم لتصبح أكثر قدرة على تحمل هذا الجحيم الأبيض. جلد أكثر سماكة، دورة دموية قوية تمنع تجمد الأطراف، وغذاء غني بالدهون يوفر حرارة داخلية مستمرة. وهكذا يعيش الإسكيمو وينامون في ظروف قد ترعب أي إنسان آخر، بينما نحن نرتجف في بيوتنا من البرد رغم البطانيات والمدافئ. الآن تخيل أنك ستنام هناك في هذا البرد القاتل. هل ستصمد أم ستركض نحو أقرب مدفأة؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكرا لوصولكم إلى هذه اللحظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.